السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مرحبا بكم في برنامجكم قوارير على فضائية السلام. مرحبا بكم مجددا في عدد جديد سوف نتحدث فيه هذه المرة عن المرأة والسن الأربعين. ما هي التغيرات الفيزيولوجية والهرمونية التي تتحصل على المرأة؟ وهل هذا يحدث لها أو يؤثر لها على صحتها النفسية؟ لماذا دائما هذه الهالة السوداء على سن الأربعين للمرأة؟ ولماذا تخوف المرأة من السن في الأساس؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في حلقتنا لهذا اليوم مع أستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة بيننا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياك الله أنت ومتابعينك في برنامجك المميز قوارير. أسأل الله عز وجل أن ينفع بك وينفع بحلقات هذه البرنامج. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك أستاذة خديجة. أستاذة خديجة، أولا ماذا يحدث في سن الأربعين للمرأة؟ سن الأربعين، بسم الله. هذا السن الذي يتحدثون عنه بالنسبة للمرأة هو مرحلة عمرية تعيشها المرأة، ويحدث فيه ما يحدث في كل سنوات العمر من تغيرات معينة. قد ربما يكون بعض التغيرات ظاهرة أكثر للمرأة في سن الأربعين في بعض النساء، وليس في أغلبهم، من التغيرات الهرمونية والتغيرات الجسدية اللي هو القدرات العقلية. لكن إذا جئنا للتقسيم الصحيح لهذا العمر فهو عمر البلوغ وعمر النضج العقلي أو الاكتمال العقلي بالنسبة للمرأة أو للرجل. لكن دعينا نتحدث اليوم عن المرأة. المرأة في سن الأربعين عندما تبلغ هذا السن هي تبلغ مرحلة معرفة ما هي وما هي احتياجاتها وما هي رغباتها وماذا تحب وماذا تكره. لذلك نسميه سن النضج، لأن المرأة تكون أكثر معرفة بنفسها وبمن حولها وبالحياة وكيف تسير هذه الحياة. أما على الصعيد الهرموني فالمرأة في الغالب في سن الأربعين لا يحدث عندها التغيرات الهرمونية العالية جدا، غير أنه تبدأ بعض الهرمونات في جسمها تأخذ اتجاه آخر وليس اتجاه قوي مثل العشرينات، استعدادا لدخول هذه المرأة إلى مرحلة الهدوء والسكينة وعدم التحولات الجسدية التي تحدث بسبب الحمل والتغيرات الهرمونية الشهرية التي تطرأ على المرأة. جميل. أما على الصعيد النفسي فالمرأة في هذه المرحلة هي تبلغ ذروة المعرفة والهدوء النفسي والسلام والطمأنينة. جميل. إذا ما هي صفات المرأة في سن الأربعين؟ صفات المرأة في سن الأربعين، إذا جينا لنقيس سنوات الإنسان حتى وصوله للأربعين نلاحظ أنه في العشر سنوات الأولى، يعني من السنة الأولى إلى السنة العاشرة في حياة المرأة لا تعرف فيها شيئا في الحياة، فبالتالي هي تخضع لما يدور حولها من أعراف ومن عادات وتقاليد وأنظمة وما يقال لها وما هو مسموح لها وما هو غير مسموح لها. هذه السنة العشرة الأولى لا يحدث فيها أي شيء غير الكتابة في ذهن المرأة ما يملى عليها فقط. ثم نأتي العشرة التالية التي هي من سن 11 إلى 20 سنة. هنا تبدأ المرأة تدخل المراحل الدراسية المختلفة، التحولات الفكرية المختلفة، مرحلة المراهقة، التقلبات التي تتواجد في مرحلة المراهقة، معرفة أو الرغبة في تحقيق الذات وإثبات الوجود، والصراع الشديد جدا على الصعيد العائلي وعلى الصعيد الخارجي تمر في هذه المرحلة. هذه 20 سنة. ثم ما يليها من سن 21 إلى 30 نبدأ المرأة الآن تدخل إلى عالم الجامعة وعالم الوظائف وعالم تحقيق الذات وإثبات نفسها، فهي في صراع طويل جدا. فتبدأ في هذه المرحلة تبدأ المرأة تتلمس طريقة في معرفة نفسها فقط ومعرفة ما الذي يحدث في حياتها. في هذه المرحلة إذا تزوجت المرأة معناها أنها تدخل في مرحلة المسؤوليات، بناء الأسرة ورعاية الأبناء وإلى آخره من هذه التجارب الجديدة. لذلك لا يكون عند المرأة أي قرارات أو حدوث حالة الطمأنينة النفسية في هذه المرحلة. عندما تبدأ المرأة تدخل 40 بعد ذلك تبدأ في مرحلة الهبوط. الهبوط بمعنى أنه استقرار في معرفة ما الذي تعرفه في هذه الحياة، ما الذي تريده، ما الذي ترغبه، تعرف حدودها، تعرف المسؤوليات. لذلك تدخل هذا السن
وهي متسلحة بكل الخبرات السابقة من السنوات السابقة لتصبح ناضجة ومهيئة نفسيا لاستقبال ما بعد 50. لذلك نقول أن سن 50 هو سن النضج وسن المعرفة والإدراك وهدوء المشاعر والأفكار. وما هي احتياجات المرأة في سن 40؟ المرأة في سن 40 تحتاج أكثر شيء في علاقاتها في المجتمع كله، خاصة مع الرجل تحتاج إلى الاهتمام فقط. لا تبحث المرأة في سن 40 عن الحب وعن لفت النظر كما كان يحدث في السنوات السابقة، لأن المرأة في هذه المرحلة هي أكثر ثقة بنفسها وأكثر ثقة بالعلاقات العاطفية، وأصبح عندها مهارات وخبرات. لذلك متطلباتها النفسية في هذه السن هي الاهتمام. هذا الاهتمام إذا توفر لها سوف يكون جيدا. لماذا؟ لأنه مع الأسف الشديد برمجة المجتمع وثقافة المجتمع للمرأة في هذا السن هو إعطائها إحساس أنها قد أصبحت عجوز. لذلك تحتاج أن تشعر أنها في محط الاهتمام والاحترام والتقدير وليست عجوزا كما يقال، لأنه هذا السن أساسا هو السن الذهبي في عمر المرأة. لأهمية هذا السن أساساً الله سبحانه وتعالى لم يذكر عمراً محدداً في القرآن بهذه الصفة إلا سن 40. يعني في القرآن الكريم لم يذكر سن معين إلا سن 40، لأنه سن النضج وسن الإدراك، وفي هذا العمر بعث الكثير من الأنبياء فيه، لأن الإنسان يكون تجاوز مراحل كثيرة جداً. لذلك نقول دائماً أن سن 40 هو سن بداية العيش في الحياة بطريقة صحيحة، بطريقة أكثر ملائمة للواقع الموجود. جميل. أستاذة خديجة، بما أنه تكلمتي عن الضغوطات التي يضعها المجتمع للمرأة لهذه السن، ما هي الضغوطات التي تكون من طرف المجتمع تجاه المرأة في سن 40؟ أولا المجتمع ينظر للمرأة في سن 40 أنها أصبحت كبيرة في السن، ومع الأسف الشديد أن هذا المجتمع برمج المرأة على هذه الفكرة. لذلك الكثير من النساء عندما تتحدث تقول عن نفسها خلاص أصبحت في سن 40. سن 40 سن بداية الشباب أساسا يعني. فهنا إذن الشعور أنها أصبحت عجوزا وأنها لن تستطيع الحمل أو الإنجاب وأنها لن تكون مرغوبة من الرجل. يعني أي امرأة قد تنفصل عن زوجها تقطع الأمل أنها يمكن أن ترتبط برجل آخر إذا بلغت 40. لماذا؟ لأنها تقول بلغت 40، وهذا طبعا خطأ يعني شديد جدا في حياة المرأة وفي واقعها. أيضا في سن 40 يتوقع الجميع أن المرأة يجب أن تكون أساسا أنها أصبحت جدة، يعني تزوجت وانتهت، مع أنه في واقعنا الحالي النساء يبلغن سن 40 وهي لم تتزوج بعد، وهذا أمر طبيعي جدا، يعني ليس يعني شيئا طارئا أو شيئا حديثا، يعني شيء طبيعي يتوافق مع الواقع الذي نعيش فيه. لذلك يكون في هناك برمجة أنه قد فاتها قطار الزواج ولن يرغب بها أحد، وإذا رغب بها أحد يجب أن يكون مطلقا أو أرملا أو رجلا كبيرا في السن، أو أنه يجب أن يكون صاحب علة أو إلى آخره. ويمنع على المرأة أن تحقق أحلامها على الصعيد الأسري بشكل مختلف جدا بسبب أن هذا السن أصبح مقيدا له. طبعا الواقع هو مختلف تماما عن هذا الشيء. سن 40 هو، أنا دائما أسميه سن 40 هو سن البهجة، سن السعادة، سن المرح، سن معرفة الحقيقة في الحياة، معرفة الحدود والحقوق، ومعرفة القدرات التي يجب أن نضعها في أي أمر. سن نستطيع من خلاله أن نعرف كيف نبذل طاقتنا وفيما نبذله وبالمقدار الذي يلزمه بدون مبالغات كما تحدث في السنوات التي قبلها بسبب قلة الخبرات فقط. جميل. أيضا أستاذة خديجة، هناك الكثير من التغيرات النفسية التي تطرأ في حالة المرأة، ما هي أبرز وما هذه التغيرات النفسية التي تحدث في سن 40؟ المشكلة أستاذة نورة أن التغيرات النفسية هي ناتجة عن البرمجة في المجتمع فقط وليست حقيقية. يعني المرأة في سن 40 لا تنقطع دورتها الشهرية، المرأة في سن 40 تستطيع أن تحمل وتنجب بشكل طبيعي، المرأة في سن 40 تستطيع أن تتزوج من جديد وتبدأ حياة جديدة، المرأة في سن 40 تستطيع أن تبدأ دراستها وتكمل ما بدأته سابقا ولم تستطيع أن تكمله بسبب الظروف. في سن 40 المرأة تستطيع أن تفعل ما لم تكن تستطيع أن تفعله قبل 40 بسبب أنها وصلت لسن يعني
المفروض أنه يحترم ويتعامل معه بطريقة مختلفة. لذلك التغييرات النفسية هي فقط وهمية نتيجة البرمجة في المجتمع، لكن المرأة لا يحدث لها أي شيء غير أنها تشعر بثقة عالية جدا واستقرار في مستوى المشاعر، فلا تتقلب مشاعرها ساعة صعودا وساعة هبوطا، إنما تصبح متوازنة جدا على الصعيد العواطف والمشاعر، وثقتها بنفسها عالية جدا، وتصبح أكثر جاذبية وأكثر إثارة في محيط النساء أو في محيط في وسط محيط الرجال أيضا. يعني لماذا؟ لأنه هذا السن المرأة فيه تشعر بالقوة. لذلك لا نستطيع أن نقول اليوم أن سن 40 هو كارثة كسن بالنسبة للمرأة ويحدث فيه، إنما هو فقط برمجة المجتمعات. والدليل لننظر إلى المجتمعات الأخرى التي لا يقرون بهذه الأعمار يعني ولا يعترفون بها، إنما يعترفون بإنجاز الإنسان، نجد أن المرأة لا تعاني من أي شيء. اللهم أنه في سن 40 فقط تبدأ المرأة الآن على الصعيد الصحي يجب أن تهتم أكثر بما تأكل وبما تشرب، فقط من هذا الباب. إذا كانت مهملة للجانب الصحي في شخصيتها فقط، فتحتاج أن تعتني به وتحتاج أن تركز عليه وتحتاج أن تنتبه لهذا الأمر فقط. جميل جدا، شكرا لك أستاذة خديجة على هذه المعلومات. سوف نذهب فاصل ونواصل مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد الفاصل مع أستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، حياك الله. قبل الفاصل كنا نتحدث عن المرأة وسن 40، كم هي جميلة جدا في هذا السن وكم هي ذروة في عطائها في هذا السن. هناك الكثير من الأشياء التي سوف نتحدث عنها ونواصل أيضا، من بينها الهرمونات في سن 40 وماذا يحدث خلال جسم المرأة. في سن 40 تحديدا التغيرات الهرمونية قليلة جدا كما قلنا، لكن عندما تقترب من 50 تبدأ الهرمونات تأخذ اتجاه آخر، أو من منتصف 40 يعني بعض النساء بشكل مبكر، فيبدأ عندها استعداد لحالة الانقطاع أو دخول المرأة إلى سن الأمل، سن انقطاع الدورة الشهرية. فيحدث هنا قليلا فقط بعض النساء، حتى ليس الكثير منهم، يبدأ بوادر ظهور انخفاض هرمون معين في جسم المرأة استعدادا لهذا الأمر. طبعا كنتيجة لانخفاض هذا الهرمون يحدث عند المرأة يعني بشكل عكسي سبحان الله نعومة في الجلد ونعومة في الصوت، والمظاهر الأنثوية الأخرى تبدأ تظهر بشكل أقوى جدا. تبدأ المرأة في هذا السن لا نقول أن قدراتها العقلية تنقص أو تقل، لا، إنما تصبح أكثر تركيزا وأكثر معرفة لاستخدامها فقط. لذلك يظهر عليها كأنها هي تنسى. هي لا تنسى، هي لا تتغافل، إنما هي تتجاهل بعض الأمور التي كانت تعطيها تركيز عالي جدا في قبل 40، لأن في 40 هي أكثر معرفة بما يجب أن تفكر به. تصبح أكثر هدوءا لأنه هرمون التوتر منخفض، يبدأ ينخفض في جسمها، فتصبح أكثر هدوءا، أكثر اطمئنانا، أكثر سكينة. فيظهر هذا على قلة حركتها فقط، هذا الانعكاس يعني، لأنه كما قلنا أن المرأة في هذا العمر تصبح أكثر معرفة بأي شيء في الحياة، أصبحت عندها خبرات، لذلك يقل عندها مستوى التوتر وعندها مستوى التحليل الأشياء أقل، التدقيق على الأشياء أقل، فيقل هرمون التوتر ويحل معه الهرمون الذي يساعد على الطمأنينة والهدوء والشعور بالسعادة. تصبح المرأة في هذه المرحلة كما نقول بالنسبة لصحتها يجب أن تعتني فيها، لأنه امتصاص الجسم لبعض الفيتامينات يكون أبطأ بكثير في هذه المرحلة العمرية. لذلك نركز على النساء أن يهتموا خاصة الفيتامينات الخاصة بالعظام، لأن النساء يكون أكثر عرضة لإصابة بهشاشة العظام، وسبب أن المرأة أساسا تفقد كثير من الدماء كل شهر وتمر مراحل الحمل والولادة، فجسمها يستهلك كل المخزون الموجود من الفيتامينات. لذلك يحتاج أن تهتم بهذا الجانب الكبير جدا من المغذيات التي تحتوي على الفيتامينات العالية التي تنشط هذا الجسم. جميل. أستاذة خديجة، هناك مصطلح نسمعه كثيرا، سن اليأس، وعجبني المصطلح الذي أطلقته أنت، سن الأمل. لماذا يسمي الناس هذا السن مثلا بسن اليأس؟
والله حتى أنا لا أعرف، أعتقد أنه من الجهل فقط أن يسمى هكذا، يعني لا نعرف من أين أتت هذه التسميات أساسا حتى. يعني أعتقد أنها ترجمة، يمكن أن تكون ترجمة، لكن أنا لا أعرف صراحة من أين بدأت. يمكن أن يكون المقصود أنه سن اليأس من الإنجاب مثلا، لأنه ليس محدد حتى أنه في سن 40 هو سن يأس من النساء في عمر 50 حتى يستطيعن أن ينجبن. لذلك بعض المصطلحات نحن نقول أنها برمجة فقط في المجتمع، سن اليأس، خلاص المرأة أصبحت يائسة من الحياة، أم يائسة من الدورة الشهرية، أم يائسة من الزواج، أم يائسة من ماذا هو اليأس، لا أعرف صراحة يعني. لذلك هو بالعكس سن الأمل. صدقا أنا دائما أقول للنساء من حولي سن 40 أجمل سن تصل له المرأة، وإذا عرفت اليوم ما هي قدراتها في سن 40 وما هو المميز في سن 40 سوف تكون سعيدة جدا جدا، وسوف تباهي كل من يصل أو لم يصل لهذا العمر أن يتمنى أن يصل إليه، لأنه في هذا السن تحدث أشياء عجيبة جدا، يعني أشياء يعني كأن يعني المرأة تصبح أكثر قوة وأكثر ثقة وأكثر سعادة وأكثر معرفة وأكثر خبرة في الحياة، وأكثر قدرة على تكوين علاقات اجتماعية متوازنة وليست عشوائية، وأكثر تقبل للحياة بحلوها ومرها، بالسعادة التي فيها وبالشقاء الذي تستطيع أن تتعامل مع هذه الأشياء كلها وتتكيف بنفس راضية مطمئنة. لكن هذا كله يعتمد على ثقافة المرأة ووعيها، رفضها للبرمجة الموجودة في المجتمع، تقبلها للحياة كما يمكن أن تأتي، النظر لنفسها أنها مميزة، لأنه هذا العمر الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى، ولأهميته ذكر هذا العمر بهذا الشكل وبهذه الكيفية. فالإنسان تبدأ خططه الحقيقية في سن 40 وليس قبلها يعيش الإنسان تجارب فقط، أما في 40 هو يعيش الحياة الحقيقية بشكلها الصحيح. وإذا كيف تتهيأ لسن الأمل كما تقولين عنه؟ تتهيأ أن تنظر للنماذج الإيجابية الموجودة في النساء لا تبلغن سن 40. يجب أن تنظر لهذه النماذج الإيجابية، يجب أن تقرأ عن النساء عندما بلغنا سن 40 ما الذي فعلناه، كيف بدأنا هذه المرحلة، كيف خططنا لهذه المرحلة، كيف دخلنا. النماذج الإيجابية التي تركز على النجاح، على السعادة، على التفاؤل، على هذه الأشياء، وتغلق أذنيها عن برمجة المجتمع وبرمجة من حولها، وخاصة الرجل سواء كان زوجا أو أيا كان في حياتها، عن سن 40 أنك أصبحت كبيرة. يجب أن تتباهى بنفسها ومع نفسها وبصدق أن سن 40 هو السن الذي تتمنى أن تصل إليه، لأنه هذا السن هو السن الحقيقي للحياة. يعني صدقيني في هذا العمر المرأة إذا استعدت نفسيا لهذه الجوانب وركزت عليها، والله سوف تدخل 40 هذا وهي تتمنى لو أنها بدأت من 40 حياتها وليس مما قبلها، لكن قبلها كله أساسا عندما تصل لل40 سوف تنساه، لأنه كان عبارة عن مراحل دراسية ومراحل في الحياة وخبرات تتجمع فقط. جميل. أستاذة خديجة، هناك الكثير من النساء تبدأ حياتها مثلا في سن 40 أو تتردد في بداية حياتها فعليا في سن 40، مثلا إذا لم تكن قد واصلت أو زاولت دراستها في سنوات عمرها لعدة أسباب، فتريد أن تكمل دراستها، ولكن تقول أنا في سن 40 كيف سوف أذهب مثلا إلى الطور الثانوي وأكمل دراستي الثانوية ثم الجامعة أو حتى الإعدادي والإكمالي. فهناك دائما تخوفات من إكمال دراستها ونظرة المجتمع والناس حولها في هذا السن. يعني ما هي كلماتك لكل واحدة تريد أن تبدأ فعليا وتنطلق من سن 40 سواء في دراستها أو في عمل أو في تعلم حرفة ما أو غيرها؟ والله أنا على الصعيد الشخصي أحترم جدا المرأة التي تبدأ في تحقيق نفسها أو رغباتها في أي عمر، وخاصة من 40 وصاعدا. يعني جدا أحترم المرأة وأقدرها وأكبرها في عين يعني وفي عين المجتمع، لأنه هذه لم تقبل أن تتقولب أو تجلس في إطار مخصص لها. المجتمع يضع إطار معين لتحقيق أي شيء، في سن هذه تتزوجين، في هذا العمر تفعلين، في هذا العمر حتى الموت وضع له المجتمع أيضا إطار معين، كأنه غير مسموح أن يموت الإنسان في سن مبكر ويجب أن يموت في عمر معين. كل هذا التأطير إذا نحن صدقنا وقبلنا فيه، وهذه القولبة قبلنا فيها، معناها نحن نضع مصائرنا بأيدي الآخرين.
المفروض أن المرأة تبدأ ما تريد أن تبدأ فيه في أي عمر، لكن دعينا نقول تحديدا من سن 40. من سن 40 إذا بدأت المرأة سوف تتعلم بشكل أفضل مما كان قبله، لأنه اليوم رغبتها في التعليم ليس قائم على دفع المجتمع لها أو رغبة أهلها أو رغبة الفتيات الصغيرة في عمرها أو مع الموجة العالية الموجودة في المجتمعات، إنما رغبة إكمال التعليم قائمة أو أساسها هو القناعة الذاتية. أنا أريد أن أكمل تعليمي، معناها سوف تكون أكثر تركيزا، أكثر فهما وإدراكا، أكثر عطاء، أكثر تميزا، وأكثر نجاحا في دراستها. معناها سوف تتجاوز الأشياء النفسية، العوائق النفسية التي تجعل الإنسان يخفق. فإذا أي هدف تريد أن تصل له المرأة عندما تبدأ فيه من 40 وصاعدا، انظري له وتأمليه جيدا، سوف تجدينه أفضل وأجود، لأنه قائم على رغبة حقيقية ذاتية فردية، وليست على ضغط المجتمع أو رغبة المجتمع أو أي أسباب أخرى، إنما هو بسبب رغبات ذاتية. لذلك أنا أدعو النساء وأنصحهن من هذا المكان ومن هذه الحلقة المميزة أن يبدأن أن ينظر لأنفسهن أنهن في سن 40 هن في سن الإنتاج والظهور والبروز وتحقيق الخطط والأحلام والطموحات التي لم تتحقق سابقا لأي سبب من الأسباب، وأن لا ينظرن للعمر أنه عائق. العائق الوحيد عند الإنسان هو نفسه فقط وليس العمر. يستطيع الإنسان أن يبدأ في أي مرحلة عمرية في تحقيق ما يريده أو تحقيق أهدافه، وهذا موجود يعني حتى في السير الصحابة. بعضهم كثير منهم دخلوا في عمر معين الإسلام، لكن لم يقولوا أنني في هذا العمر لن أستطيع أن أخرج للجهاد أو للقتال، إنما لم يضعوا هذه عوائق، وإنما خرجوا لتحقيق ما يريدون أن يحققونه بغض النظر عن العمر الذي كانوا فيه، فوصلوا لأهدافهم. جميل جدا. كيف يمكن أن تكون المرأة سعيدة وهي في سن 40؟ أولاً حتى تحقق السعادة يجب أن تدرك أن سن هذا سن الأنبياء والصالحين الذين الله سبحانه وتعالى اختصهم بالرسالة في هذا العمر، ثم أن تضع لها أهداف تتناسب مع هذا العمر. هذا العمر ليس للتجارب، هذا العمر لاحترامه والتعامل معه بقيمة عالية جدا. لذلك تحتاج المرأة أن تنظر له باحترام وتقدير، فتبدأ تضع خططها ل40 سنة المقبلة، وليس 40 سنة الماضية، إنما 40 سنة أخرى. يجب أن تضع له خطط تتناسب مع هذه المرحلة، وأن تعيشه بهدوء وطمأنينة، وأن تركز فيه على نفسها فقط، لأنه أساسا هو هذا العمر هو للتركيز على الذات وليس توزيع الاهتمامات للآخرين، إنما تركيز على الذات وعلى النفس بشكل أفضل. بهذه الكيفية تستطيع بإذن الله تعالى أن تحقق السعادة والهدوء والطمأنينة في هذا العمر. أستاذة خديجة، أيضا في هذه السن يعني تتغير الكثير من التعاملات، سواء من ناحية الأسرة معها أو من ناحية الزوج، الأبناء وغيرها. كيف يجب أن يتعامل الزوج مثلا مع زوجته التي هي في سن 40؟ السن هذا يستطيع الزوج أن يكسب زوجته بشكل أفضل إذا أعطاها التقدير والاهتمام دون إشعارها أنها قد كبرت، لأنه في الحقيقة هي لم تكبر يعني. لذلك الرجل هنا مسؤوليته كبيرة جدا بسبب أن علاقتها توطدت بهذا الرجل، فأي نظرة أنها تقول أنك قد أصبحت كبيرة وأنك لا تنفعين يؤدي بها إلى النفور من هذا الزوج وإلى تصادم معه. وهنا التصادم غير حميد، لأنه هي وصلت إلى عمر لن تتراجع فيه عن قراراتها تلقائيا يعني. فيحتاج الرجل أن يتعامل معها بكثير من الاهتمام، بكثير من المحبة، بتخصيص وقت يقضيه معها، وقت نوعي فقط يقضيه معها لتثبيت العلاقة الزوجية التي كانت بينهم، لأنهم الآن بطبيعة الحال المرأة إذا كانت 40 معناها أن الرجل أكبر قليلا أو أنه في عمرها. لذلك يحتاج أن يقدم لها الكثير من الاهتمام والدعم النفسي حتى تستطيع أن تقدم له هذا عندما يبلغ هذا العمر، لأن الرجل في عمر 40 الموضوع بالنسبة له مختلف تماما، وما يحدث معه مختلف تماما. فهو هنا يبدأ الرجل يعني يتصرف بطريقة مختلفة تماما عن المرأة. المرأة تدخل في حالة الهدوء، الرجل يدخل في ذروة الحركة والنشاط. المرأة تدخل إلى حالة الاستقرار في العائلة، الرجل يبدأ في البحث عن
إثبات نفسه في جوانب أخرى في الحياة مثلا، أو لفت النظر في الحياة. لذلك ما سوف يقدمه الرجل للمرأة في هذا العمر سوف يعود عليه. فدائما ننصح نحن هنا تقديم الكثير من الحب والاهتمام والاحترام والتقدير العالي وزيادة التقدير وتثبيت مكانة المرأة داخل الأسرة. جميل. وأيضا بخصوص الأبناء، كيف يمكن أن يتعاملون مع أمهم التي بلغت سن 40؟ والله الأبناء لا يشعرون أساسا أن أمهم تكبر، يعني 40 أو 50 الأبناء لا يمكن أن يشعروا أبدا أن أمهم أنها تكبر. لذلك طبيعة الحال الأبناء لا يغيرون طريقة تعاملهم مع أمهم، لأنهم بحكم الاعتياد عليها يتعاملون معها ببساطة وسهولة. متى يبدأ الأبناء يغيروا طريقة تعاملهم؟ إذا رأوا أن أمهم قد أصبحت كبيرة في السن عمليا، وأصبحت تمسك عكازا، وأصبحت عجوزا، يبدأون يغيرون في طريقة تعاملهم. أما غير قبل ذلك لا يستطيع أن يغيروا طريقة تعاملهم، لأن نفسيا وجدوا أنها هي كانت شابة وهي ما زالت شابة، فلا يشعرون أبدا بالعمر هذا. جميل. شكرا لك أستاذة خديجة على هذه المعلومات القيمة حقيقة عن المرأة في سن 40. شكرا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على مشاهدتكم لهذه الحلقة. نلقيكم عذرا وإياكم في عدد جديد من برنامج قوارير. دمتم بخير وإلى اللقاء.